يا هلا ومرحبا فيكم يا أوفى المتابعين في قناتكم اللي دايم تنور بحضوركم، واللي عودتكم دايم على القصص اللي تهز القلب وتحبس الأنفاس. واليوم جايبت لكم سالفة ما صارت ولا تنقال، سالفة غريبة تمشي بخطة ثقيلة وكل خطوة فيها تدفع ثمن. فشدوا حيلكم واربطوا الحزام، ولا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس لأن الجاي أقوى. أنا اسمي بهايرة، عمري تو 20 سنة، بنت خليجية. عشت عمري كله في بيت كبير في مدينة العين في الإمارات. تربيت وسط عز وراحة، كنت البنت الوحيدة لأبوي وأمي، ما عندي أخوة لا بنات ولا أولاد. كنت مدلعة دلال ما ينقال. جدي من صوب أبوي توفى من زمان، وما كان عند أبوي إلا عمه اسمه أبو خالد، رجال طيب بس ما تزوج، عايش حياته بروحه. فكنت أنا الحفيد الوحيد لهالعائلة، الكل يلتف حولي، يلبي طلباتي، يسمعني، يحطوني في عيونهم. يعني باختصار كنت عايشة في عالم وردي، كل شي فيه على مزاجي. لكن مثل ما يقولون دوام الحال من المحال. في يوم ما حسبت لأي حساب الدنيا قلبت والسالفة أخذت منحنى ثاني. كنت وقتها رايحة زيارة لصديقتي في أبو ظبي، وجلست عندهم كم يوم. في اليوم الثالث صحيت على اتصالات ما لها عدد، والوجوه اللي تطالعني كلها مغدبرة، كأن شيء ثقيل نزل فجأة. خذت الجوال وقلبي يدق. فتحت أول مكالمة، وكانت أمي تصيح وتقول بصوت مكسور: أبوه يا بنتي، أبوه جراله فجأة، ما لحقنا عليه. تجمدت الدنيا، مو بس دموعي اللي وقفت، حتى أنفاسي. حسيت الوقت وقف. أبوي اللي تو مكلمني من يومين، اللي وعدني ياخذني معه لسوق الذهب في دبي، راح بهالسرعة. رجعت بنفس اليوم للعين، والبيت ما كان نفس البيت. الهدوء اللي كنت أعرفه تحول لصمت ثقيل، وجيه الناس متحجرة، وكل شي حولي صار رمادي. لكن اللي صار عقبها هو اللي فعلا غير مجرى حياتي كلها. وكنت دوم أتخيل يمكن في يوم ويفارقنا أبوي. هالفكرة كانت تمر في بالي من وقت لثاني، بس ما عمري تخيلت إن الفراغ بيكون بهالطريقة، بهالسرعة، وبهالوجع اللي ما يوصف. أنا كنت للحين صغيرة، ما استوعبت حجم المصيبة، ولا فهمت ليش كل شيء حواليني صار كئيب بهالشكل. البيت اللي كان فيه صوت الضحك صار صامت. أمي اللي كانت دوم مبتهجة ودايم تطل متزينة وتشتغل وتشارك بالفعاليات اللي تصير في المنطقة، انكسر فيها شيء من داخل. كانت أمي قبل دايم تقول أبوك كان يآمج إني أشتغل علشان أفرح الناس وأطلع طاقتي وأعيش حياتي، وكان يشجعها على الخروج والمشاركة بالمهرجانات والفعاليات اللي تصير في المنطقة. كانت تحب الناس تبتسم إذا شافتها، تحب تكون حاضرة ملفتة متألقة. بس عقب ما راح أبوي كل شيء يتغير، ما عادت تطلع مثل قبل. حتى زينتها اللي كانت تحطها كل صباح صارت مركونة. عرف الحزن غطى كل ركن من البيت، وكل يوم يمر كأنه سنة. وعمي أبو خالد اللي ما كان عنده عيال صار يمر علينا كل يوم، يجيب لنا حلوى، يسولف معنا، ويسأل عن حالة أمي. كنت أحس يحاول يكون سند، وفعلا حسيت فيه شيء من طيب أبوي. حسيت إنه مو بروحي. أنا كنت أشتغل في مكتب سياحي داخل مدينة العين، ساعات العمل طويلة، من بعد الفجر أجهز وأطلع، والشغل يبدأ من 8 وما أرجع إلا بعد العشاء حوالي الساعة 3 الفجر. أحيانا خصوصا في المواسم حياتي صارت كلها دوامة شغل وبيت وهم ورجعة على السرير. خلصت دراستي ثانوية وما قدرت أكمل بعدها، لا مزاج ولا وقت ولا طاقة. تعبت من الروتين، من الضغط، من الشعور إني أمشي بلا هدف. أمي كانت دايم تذكرني بكلام أبوي، كان يقول لي إن الشغل يخليني حية، أفرح، أعيش، أتزين، أكون مثل ما أحب. لكن الواقع كان شيء ثاني. الشغل نفسه صار حمل ثقيل، وصار يومنا كله يمر ما بين تعب وهم ونوم، وبيتنا غرقان بالحزن كأن البحر ما له قرار. مرت الأيام وعمي أبو خالد ما قطعنا أبد. كنت أرجع من دوامي ألقى سيارته واقفة تحت، وأول ما أدخل ألقاه جالس في المجلس يسولف مع أمي، يشرب له الشاهي ويطمن علينا. كنت أحس براحة غريبة وهو موجود،
ما أدري إذا هو لأنه يشبه أبوي في كلامه ولا أنه وجوده كان يعبي الفراغ اللي خلاه الغياب. كل يوم يجي يجلس معي شوي، يسألني عن شغلي، يضحك على تعبي، يحكي لي نكت من أيامها القديمة كأنه رفيق عمر مو بس عم. وفي يوم من الأيام كنت جالسة مع أمي والدنيا هادية، لا صوت غير أنفاسنا. قلت لها بصوت خافت: يما، هالحزن اللي فيني مو قادر يروح، كأني مغروقة فيه، كل يوم يزيد. أمي التفتت لي وبدل ما ترد بعطف أو دموع ردت بكلمة ما توقعتها: يا بنيتي، اللبس الأسود ما يرد الغايب، والدموع ما تبني حياة، تعالي نغير جو شوي، يمكن قلوبنا تهد. هالكلام ظل يدور براسي. أمي اللي كانت مكسورة قامت تلبس وتزين وتطبخ تحاول تعيش. حسيت أن الجو في البيت بدأ يخاف. وعمي أبو خالد كان له دور، حضوره مثل النسمة، يضحك، يغير جو، يفتح مواضيع ما لها أول من تالي. لكن في يوم صار الشيء خلاني أوقف عنده. رجعت من الدوام تعبانة كعادتي، فتحت باب البيت وشميت ريحة أخذت لها طلعة من الطباخ. دخلت لقيت أمي بالمطبخ وعمي جالس على الكرسي المقابل لها، يضحكون مع بعض بصوت عالي. مو غريب يكونوا مجتمعين، بس الغريب هو الجو كان بينهم انسجام غريب وضحكة طالعة من القلب. أمي ترد عليها بطراوة ما شفتها منها من شهور، وعمي يحكي نكت ويسوي حركات بيدينا كأنهم ما فيهم همة. جلست أراقبهم وأنا أحاول أفهم، هل هذا مجرد جو عائلي ولا أنا مو شايفة الصورة كاملة؟ وفي هاللحظة تذكرت حديث أمي عن اللبس الأسود وعن كسر الحزن. تساءلت، هل اللي قاعد يصير هو نوع من التعويض ولا في شيء أعمق قاعد ينطبخ في الخفاء؟ وبنفس اليوم طلعت من غرفتي ثاني يوم الصبح، قررت ألبس لون غير الأسود. لبست بلوزة زيتية كانت من هدايا أبوي، وقلت لنفسي يمكن بس يمكن تغيير اللون يغير شيء بداخلي، ويمكن أمي كانت على حق. حتى إني تذكرت واحد من الشيوخ على قناة تلفزيونية قال اللبس الأسود يجذب الكآبة ويعزز الحزن، فقلت أجرب شو اللي بيصير. بس اللي صار بعدها ما كان لا عن حزن ولا عن لون. مرة 3 أيام وكل يوم عمي أبو خالد يمر مثل العادة، يجلس لشوي، يسولف، يضحك. أمي والبيت يرجع فيه شوية من دفء فقدناه من زمان، كأن الحزن بدأ يلين والأيام تلم أطرافها المتناثرة. لكن في وسط الهدوء الظاهري صار اللي ما كان على البال. ذاك اليوم رجعت من الدوام وأنا تعبانة وحدي. دخلت غرفتي وغيرت ملابسي وجلست وأطالع السقف وأحاول أرتب أفكاري. فجأة سمعت صوت أمي من الغرفة الثانية تضحك بصوتها الناعم وهي تتكلم في الجوال. الضحكة مو غريبة، بس نغمتها كانت غريبة، فيها شيء غير مألوف، شيء ما سمعت منها من سنين. قمت وفتحت الباب شوي، وبدون ما أتعمد سمعت كلمتين خلوني أتجمد. ما توقعت يوم أفرح بهالطريقة، بس أنت عوضتني عن كل شيء. عرفت على طول إنها تكلم عمي، نبرة صوتها وضحكتها والطريقة اللي كانت تمشي فيها البيت في البيت كانها طايرة، كأنها لقت كنز ضايع. رجعت غرفتي وجلست على طرف السرير، ما أدري أفرح لأمي ولا أزعل ولا أواجههم. فكرت وقررت أترك الأمور تمشي، يمكن مع الوقت تنكشف النوايا، ويمكن الأيام تقول لنا شو اللي فعلا قاعد يصير. لكن داخلي ما كان مرتاح. وهنا خلصت حكايتي بحلوها ومرها وبضحكتها ودمعتها وكل اللي عشت فيها. يمكن ما لقيت لها تفسير واضح، ويمكن قلبي للحين محتار، بس قلت أشارككم، يمكن أبقى عندكم الجواب أو كلمة تخليني أفهم الدنيا بطريقة أوضح. شكرا من القلب لكل من سمعني لين النهاية. وجودكم يعني لي الكثير، ودعمكم هو اللي يخليني أستمر وأكمل. إذا عجبتكم السالفة ما تنسون تعطوني لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلون زر الجرس علشان توصلكم باقي القصص أول بأول. وأتمنى لكم دائما الصحة والسلامة وراحة البال، ودامت أيامكم فرح وخير. في أمان الله.